أيها الكرام، انظروا إلى هذه الحياة من حولكم، كم ترون فيها من الابتلاءات، كم ترون فيها من المحن، كم ترون فيها من المصائب. طبعت على كدر ونحن نريدها صفوا من الأكدار. إذا ما ضاقت بنا الحياة وتكالبت علينا الهموم وتجمعت علينا مصائب الدنيا، إلى من نلجأ؟ وعلى باب من نقف؟ وإلى من نفر ونهرع؟ تعالوا بنا في هذه الخطبة لنفر جميعا إلى الله، لنقف على باب الله، ذلك الباب الذي لا يغلق. ومتى أغلق باب الله عز وجل؟ قال أحد الصالحين: إذا أردت أن تدعو الله فلم يعطك، وقفت على باب الله، قلت يا رب ارزقني، لم ترزق. قلت يا رب اشفني، لم تشفى. قلت يا رب أعطني، لم تعطه. إذا سألت الله فلم يعطك، فقف على بابه وابكي كما يبكي الصبي الصغير. الصبي الصغير أيها الكرام، لو وقف عند والده وطلب من والده أن يشتري له حاجة أو أن يعطيه حاجة، ورفض الوالد أن يعطيه، هل يسكت الطفل؟ لا، يمسك بثياب والده ويبكي ويصرخ بأعلى صوته، ولا يسكت ولا يهدأ إلا إذا أعطاه والده حاجته. قال: إذا سألت الله فلم يعطك، لا تهرب من باب الله، لا تهرب. إذا سألت الله فلم يعطك، فقف على بابه وابكي كما يبكي الصبي الصغير، ولا تغادر باب الله إلا وقد أعطاك الله حاجتك. لما ابتلى الله عبدا له من الصالحين، ماذا قال الله لملائكته؟ قال الله عز وجل لملائكته: لقد ابتليت عبدي لأجل أن أسمع صوته. قد يغيب صوتك عن السماء، فلا يعيده الله لك إلا بالابتلاء. بعض الرجوع إلى الله لا يأتي إلا بالابتلاء. أرأيت والدا يضرب ولده كرها؟ لا والله، وإنما يضربه ليعلمه في الحياة، يضربه لأنه يحبه. نعم، هو يحبه، ولأنه يحبه يضربه. أيها الكرام، الله عز وجل لا يبتلي عبده المؤمن إلا لأنه يحبه. قال: ابتليت عبدي لأجل أن أسمع صوته. متى آخر مرة سمع الله أصواتنا؟ متى آخر مرة سمع الله دلنا بين يديه؟ متى آخر مرة وقفنا في الثلث الأخير نبكي بين يدي الله ونحن ننادي يا الله؟ متى؟ قال: ابتليت عبدي لأجل أن أسمع صوته. أيها الكرام، كم من الناس يقفون على باب الله لكنهم لا يجدون حوائجهم فيهربون. أيها الحبيب، أنت حينما تطلب من الله، أنت لا تطلب من غني ولا من ملك من ملوك الدنيا، ولا وزير من وزراء الدنيا، ولا غني من أغنياء الدنيا. أنت حينما تقف لتطلب من الله، أنت تطلب من ملك الملوك. فتأدب، فأنت في حضرة الملك. تأدب، أنت في حضرة ملك الملوك، فإن لم يعطك الآن سيعطيك بعدها.
إن لم يعطيك اليوم سيعطيك غدا، إن لم يعطيك غدا سيعطيك بعد غد. فهو الله الذي لا تنقطع عطاياه. فأنت حينما تقول يا رب، هذا الدعاء يرحل إلى السماء بالرجاء. تقول يا رب، أنت ترجو تقول يا رب، فهذا الدعاء يرحل إلى السماء بالرجاء، فلا يعود إليك إلا بالعطاء. والله عز وجل إذا أعطى أدهش. الناس تعطيك على مضض، الناس تعطيك على مضض وعلى كره. جرب اطلب من صاحبك أو اطلب من الناس حاجة، سيعطونك مرة مرتين، لكنهم لن يعطيك أكثر من ذلك. ومن يطيق اليوم أن يعطي الآخر؟ من يطيق اليوم أن يعطي صاحبه أو أن يعطي أخيه؟ من؟ فكلنا أصحاب حوائج، كلنا ضاقت بنا الدنيا. أول ما يصيبك الابتلاء تقول من سيعينني؟ تذهب فتبحث من يعينك فلا تجد. لما لا تختصرها وتدعو الذي يعين الله؟ لما لا تختصرها؟ أنت تطلب من عبد، هذا العبد يطلب من الله. أمن يجيب المضطر إذا دعاه، إنه الله. فإذا وقفت على باب الله فلم يعطك، لا تهرب من باب الله لأنه يحبك. لا تهرب من باب الله واعلم أنه سيعوضك خيرا. إن لم يكن اليوم فبعدها، إن لم يكن غدا فبعد غد، إن لم يكن في الدنيا فقد ادخره الله لك يوم القيامة. فالدعاء أيها الكرام هو على 3 مراحل. باختصار، إما أن تدعو الله عز وجل بأن يعطيك شيئا أو حاجة من حوائج الدنيا فيجيبه الله عز وجل لك في حينها، فيقول كن فيكون. وهذا لا يتأتى إلا للصالحين وللأنبياء وللصحابة وللمقربين عند الله. أسأل الله أن نكون منهم، اللهم آمين. وإما أن يؤجله الله لك في الدنيا لوقت يريده الله. فالله عز وجل حينما يستجيب لك رحمة بك، وحينما يؤخر عنك الاستجابة يؤخرها لحكمة لك. فاستجابة الله لك رحمة، وتأخيره عنك لحكمة. كم في هذه الحياة دعونا الله أن يعطينا فلم نعطه، بعدها بسنوات أعطانا الله. فلو أننا علمنا ما في الغيب، لو علم الواحد منا ما في الغيب لاختار الواقع. والله لو علمنا ماذا أعد الله لنا في الغيب لاخترنا الواقع الذي أراده الله عز وجل لنا. فكم من الأشياء اكتشفناها بعد زمن أنها لو جاءت كما أردنا وكما استعجلنا لكانت شر لنا، ولكن حينما أخرها الله أخرها لحكمة. فإن أخر عنك زواجا لحكمة، إن أخر عنك رزقا لحكمة، إن أبعد عنك صاحب سوء لحكمة. فكل تأخير لك في الحياة لحكمة يريدها الله سبحانه وتعالى. أيوب عليه السلام 18 عاما من المرض. في عقولنا البشرية 18 عاما من التأخير من استجابة الدعاء. أيوب عليه السلام 18 عاما من المرض، ليس مرض أن تقوم فتذهب وتتحرك، لا، 18 عاما من المرض كما هو على فراش المرض. بعضنا قد يصاب بمرض خفيف يضجر من الحياة. بعض الناس يصاب بمرض يقول لماذا أنا يا الله من دون الناس. بعضنا يصاب بوخزة إبرة أو بشوكة تضيق في وجهه الدنيا. 18 عاما من المرض، حتى أن الناس تخلوا عن زيارة أيوب. لما؟ لأنهم ملوا.
قد يزورك صاحبك وأنت مريض مرة مرتين ثلاثة، شهر شهرين، لكن من يطيق أن يبقى معك 18 عاما وأنت مريض؟ فالناس ملوا من زيارة أيوب، لم يبقى معه إلا زوجته. وعند المحن تظهر المعادن، لا تظهر معادن الناس بالأقوال، لا تظهر معادن الناس بالكلام. قد ترى من حولك 1,000,000 شخص، لكن عند المحن لا تجد شخص واحد. قد ترى من حولك كل الناس عند الفرح، لكن أين هم عند الحزن؟ قد ترى الناس حولك عند السعة، كلهم حولك، لكن إذا ضاقت بك الحياة تتلفت حولك فلا تجد من يعينك. فمقياس الحب ومقياس المحبة أن ترى من تحب عند الضيق قبل السعة، أن تراه بجوارك في حزنك قبل الفرح. وانظر إلى خديجة رضي الله عنها، لما ضاقت الدنيا بالنبي صلى الله عليه وسلم وتخلى عنه القريب والبعيد، تخلى عنه الناس، بعدما ماتت خديجة ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ رحم الله خديجة، لقد آوتني حينما طردني الناس، وأعطتني من مالها حينما حرمني الناس. فعند المحن تظهر معادن الناس، لأنه ليس كل ما يلمع ذهب، ليس كل ما يلمع ذهب. لم تبقى معه إلا زوجته، لكن بعد هذا العمر من المرض ماذا قال الله عن أيوب في كتابه؟ إنا وجدناه صابرا، إنا وجدناه صابرا. إذا جاءك الابتلاء لما لا ينظر الله إليك فيقال لك إنا وجدناه صابرا. حينما تضيق بك الدنيا إنا وجدناه صابرا، حينما تتأخر عنك الأماني إنا وجدناه صابرا، حينما تضيق بك الحياة ويتخلى عنك القريب والبعيد وتجد نفسك في المحن وأمام أعاصير الدنيا وأمام محن الدنيا تجد نفسك وحيدا، إنا وجدناه صابرا. قال الله عز وجل إنا وجدناه صابرا. نعم العبد، نعم العبد، إنه أواب، رجاع إلى الله منيب. كلما اشتد به المرض يسترجع أن هذا الابتلاء هو من الله عز وجل. 50 شابا فدائيا استلوا سيوفهم يريدون القضاء على النبي صلى الله عليه وسلم، وخرج الخبر من قادة قريش أن رأس محمد وأن النبي صلى الله عليه وسلم مطلوب حيا أو ميتا، مطلوب حيا أو ميتا. مضى هؤلاء 50 شابا بسيوفهم يبحثون عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما من موضع ذراع في مكة إلا وفيه رجل يريد قتل النبي صلى الله عليه وسلم. أين يذهب النبي صلى الله عليه وسلم؟ في ظلام الليل بعدما أذن له بالهجرة أين يذهب؟ نظر النبي إلى البيوت أمامه، أين يذهب؟ البيوت أمامه، أزواجه وأقاربه وقبيلته، أين يذهب النبي؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك البيوت كلها. وهنا تظهر كذلك معادن الرجال. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة إلى بيت صاحبه، إلى بيت أبو بكر رضي الله عنه، ودق الباب، خرج له أبو بكر، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا بكر الهجرة. وكان أبو بكر من أغنياء الصحابة، كان رجل أعمال في زمانه. فلما قال له النبي الهجرة هل فكر أبو بكر في المال؟ هل فكر في العيال؟ هل فكر في التجارة؟ هل فكر في الأموال لمن سيتركها وهو سيسافر في ظلام الليل من مكة إلى المدينة وسيترك هذا كله خلفه لمن؟
هنا تظهر معادن الرجال. فلما قال له النبي الهجرة قال له أبو بكر الصحبة يا رسول الله. لم يقل النبي لأبو بكر الصحبة، قال له الهجرة. فأبو بكر قال له الصحبة، إن كنت تفكر في الهجرة فأين الصحبة يا رسول؟ أتتركني هنا؟ تتركني الصحبة يا رسول الله. ومضى معه في ظلام الليل، ويلتف 50 شابا فدائيا حول الغار، وأبو بكر ينظر ويراهم، لو نظر أحدهم من تحت أقدامه لرآنه. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر وقال له يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما، لا تحزن لا تحزن إن الله معنا. أقول ختاما أيها الكرام، رغم كل مصائب هذه الحياة، رغم كل محن هذه الحياة، لا تحزنوا إن الله معنا. رغم الهجرة لا تحزنوا إن الله معنا. رغم الغربة لا تحزنوا إن الله معنا. رغم التشريد لا تحزنوا إن الله معنا. رغم ضيق الحياة وقلة الأرزاق لا تحزنوا إن الله معنا.